ازيك يا شباب، كل سنه وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم ايوه، كلكم. العيد ده شكله داخلين على مش عيد. فيش افلام كتير بس افلام قويه. اه، لكن الاكيد نازل ثلاث افلام، في ثلاث افلام نازلين 100%، وفي فيلمين متوقع ان هم هينزلوا. اكيد فعلا نازل 3 افلام، هم اللعب مع العيال من اخراج المخرج الكبير طبعا شريف عرفة، اخراجه وتاليفه، بطولة محمد امام، اسماء جلال، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، وباسم صبري. الفيلم قد يكون مبشر وغير مبشر. غير مبشر لان الفيلم كتابه واخراج شريف عرفة. اخر مم. فيلمين كتابه واخراج شريف عرفة هو الانس والنمس والجريمه، هم افلام مش جيده. شريف طبعا عارفة اه، طبعا كمخرج ما فيش خلاف، بس هو في حتة التأليف فعلا مش نقطة قوته. هو شريف عرفة بيبقى قوي لما بيكتب القصة، الناظر قصته، الجزيرة قصته، لكن في حتة لما بيتدخل في كتابة السكريبت حوار وكده مش أقوى أدواته، وممكن بتخيش يبقى منه زمان يعني كان عادة. وعادي، ودي بتحصل مع زمان. ممكن يبقى زمان كانت تبقى اقوى ادواته ودلوقتي لا. يعني مع اختلاف الانس والنمس، هو فيلم اه، اه. سيء، الجريمه مش سيء للغايه، لكن مش مستوى الابطال ولا مستوى المخرج. الجريمة تجربة، هو كان بيجرب، وفق أم لم يوفق. أنا شايفه لم يوفق. اللعب على العيال عشان كده هو قد يكون مش مبشر في ده، لكن هو مبشر لان شريف عرفة. شريف عرفة رحنا جينا فيلم اه، بيبدع بيه. محمد امام. انا اول تعاون مع شريف عرفة، انا حابب اشوف حاجه زي كده. هو في حدوته يعني عن الفيلم، ان الفيلم كان معروض على احمد عز، بس احمد عز هو عايز حاليا يشتغل في افلام السكيل بتاعها عالي زي ولاد رزق 3 وزي فرقة الموت. اللي اقترح اسم الفيلم اللعب مع العيال هو محمد امام، طبعا عشان اللعب ودول مع بنلعب مع الكبار كان الكبار مع مع والده. ابوه. اصلا اسم الفيلم يبيع، يعني اسم اه، الفيلم مع محمد امام يبيع جدا. يعني متفائل باللعب على العيال واتمنى يبقى فيلم كويس. نخش على الفيلم التاني وهو فيلم عصابة الماكس. فيلم عصابة الماكس من إخراج حسام سليمان، هي أول تجربة إخراجية ليه، ومن تأليف. امجد الشرقاوي اللي عمل لاحمد فهمي فيلم مستر اكس. وسوري مم. ديسكليمر، انا ما حبيتش مستر اكس، في ناس كتير حبته اراء. وكاتب برضه جديد اسمه رامي علي، بطولة احمد فهمي، روبي، قصقص، حاتم صلاح. ودي المفروض العصابه اللي اسمها عصابه الماكس، وكانوا على طول بيماركتوا على السوشيال ميديا ان احمد السقا هيطلع ضيف شرف لقطه من لقطات الفيلم. انا مش متفائل بعصابه الماكس. مش من محبي كوميديا احمد فهمي الفتره الاخيره خالص. انا عشان في مصر فدايما بشوف التريلر بتاع الفيلم كل مره قبل انا اي مشفتوش فيلم اجنبي بخشه في السينما. التريلر مفيش اي حاجه جذابه غير انه بيتصور في الماكس. برضو للملاحظه ان برضو الفيلم ده ما كانش اسمه عصابة الماكس، بس مش هنقول لكم هو كان اسمه ايه، ما المكسيكي. الم... الفيلم الثالث هو الفيلم الاضخم. توقع الشخصي هو هيكسر اعلى ايراد في تاريخ السينما المصريه، توقع الشخصي يعني. وهو مم. الجزء الثالث من ولاد رزق. ولاد رزق هو كتابه المؤلف والمنتج صلاح الجهيني، كانت اخر اعماله فيلم مطاريد، فيلم لطيف. واخراج المخرج الكبير طارق عريان، من احسن مخرجين الاكشن في جدا. مصر اذا لم يكن احسن مخرج الراجل اكشن في ده مصر. الراجل ده اندر ريتد جدا جدا، اه، لانه برضه هو المخرج الكبير اللي عنده ستايل. مخرج يمسك ميزانية فيلم كبير وفي نفس الوقت هو عنده ستايل. بحس ان طارق عريان الناس ما انا بتديلوش حقه اللي هو يستحقه الصراحه، مخرج. خالص خالص. هنا بقى بيبقى معانا ثلاثة من الإخوات الأربعة موجودين في الفيلم: كريم قاسم وعمرو يوسف والنجم الكبير أحمد عز. لكن ما فيش معانا لا أحمد داوود وما فيش معانا أحمد الفيشاوي، بيتبدلوا. بيبقى في شخصية الشايب اللي احنا شفناها في نهاية فيلم ولاد رزق اتنين، اللي قالوا هيتعمل لها فيلم وما اتعملش، بطولة آسر ياسين. ومعانا شخصية جديدة اللي هي علي صبحي، اللي لو الناس شافت مم. مسلسل تحت الوصاية هتبقى عارفاه. ومعانا برضو لسه محمد ممدوح وأسماء جلال ونخبة من ضيوف الشرف. انا مش مبسوط خالص بالدعايه بتاعت ولاد رزق 3. الدعايه مش على مستوى الفيلم. مفيش الدعايه داعية مش على في مستوى الفيلم. الشوارع. مفيش دعايه في الشوارع، مفيش تريلرز بتنزل كتير. انا حاسس ان هم معتمدين ان خلاص احنا بنينا البيز بتاعتنا، فالناس اللي شافت الاول والتاني هيجوا، طب ما تكسب بيز لاني جديده. ده في انتاج ضخم من هيئه الترفيه يعني في السعوديه، فما انا ما اعرفش توقعتش. السعوديه عاملين ايه اكيد. لا، قصدي بس انا اكيد في مصر كانوا حاطين فلوس يعني. اللي انا ملاحظه ان الدعايه بتاعت ولاد رزق 3 انا مش راضي عنها خالص. شايف ان الدعايه هم معتمدين اكتر عن احنا ولاد رزق، ده الجزء مم. الثالث من ولاد رزق. كله داخل. اه هو ومع ذلك هيكسر برضه، يعني هيجيب رقم تاريخي، يعني هيعدي ال 150 مليون برضه يعني مستريح لا مصر. ده. بس مم. دي حاجه برضه يعني ممكن تخوف شويه. اللي هو احنا معتمدين ان احنا هيئه الترفيه معانا، فاحنا صارفين فمعتمدين على البروباجندا ونهمل جزء القصه. انا عندي ثقه في ده صاحبي. ممكن يكون متخيف شويه. انا عندي ثقه في وانا عندي صاحبي. ثقه فيه وفي طارق العريان، يعني انا عندي عندي ثقه ثقه في في الاثنين الكاتب الصراحه. الصراحه. واختيارات احمد هنشوف عز. الفيلمين اللي ممكن ينزلوا وممكن لا. اول حاجه الفيلم الفنان محمد هنيدي اسمه الجوهرجي، معاه منى مم. زكي وطارق عماد، وكتابه عمر طاهر. عمر طاهر اللي كتب كابتن مصر، وكتب فيلم في ناس كتير بتحبه لمحمد هنيدي اسمه يوم ملوش لازمه. مم. واخراج اسلام هو خيري اللي بدأ الكبير، يعني اللي بدأ سلسله الكبير كان اسلام خيري. مم. فالفيلم مبشر ده كاسامي.
لكن اللي خلاها مش مبشر ان عطاء وجود وحاجات منى كده. زكي فيه بيديه، لا منى زكي احسن فتراتها السينمائيه دلوقتي طبعا، لكن اه. مثلا تيجي لحظة. تفكر، طب ما منى زكي كانت بتختار وعملت مع احمد السقا فيلم العنكبوت. اه، ومنى زكي عملت الفيلم اللي كان مع محمد فراج ومصطفى خاطر. اه ده برضه صندوق الاسود ده كان فيلم وحش قوي. بعد كده تفكر محمد هنيدي بقى، بسم الله ما شاء الله عليه ربنا يحميه، ستريك من الافلام الوحشه. هحط الحاجه دي فوق اسوأ افلام السنه اللي فاتت، كان داخل بفيلمين انا عمري ما هشوف ولا شفت حد بيحب مرعي بريمو، ولا اخصائي تجميل ده، ولا عنترة ابن شداد. واكيد في حاجات وحشه في النص وقعت مننا، انا مش عارف اتفائل ولا اتشائم. هو في حاجات تبشر ان اسلام خيري، عمر طاهر، اختيارات منى زكي مؤخرا كويسه. الفيلم التاني بقى اهل الكهف، دي امم. افلام ممكن تنزل وممكن ما تنزلش. اه. اهل الكهف كاست كبير، يعني احنا مش نجم. بنتكلم فيهوش نجم، في خالد النبوي نجم تلفزيون، محمد ممدوح لسه ناجح طالع من نجاح شقه، خالد النبوي، محمد ممدوح، ريم مصطفى، محمد فراج. اه. هو غدا عادي، اخراج عمرو عرفه، مخرج شهير واحمد طبعا عيد للغايه. عامل افريكانو، عامل اخر حاجه لعادل امام في ابن السينما كانت عمرو القنصل عرفه. زهايمر، زهايمر. وعامل ابن لا القنصل. لا عمرو اه. عرفه مخرج كبير، تاليف ايمن بخت قمر. اهل الكهف ده انا مش عارف احدد هو انا متفائل ولا متشائم، لان احنا الصراحه عايز حق الله يعني تجاربنا مع التاريخ بتبقى مؤسفه. بص، هو احنا عندنا بيس، عندنا ماتيريال توفيق الحكيم، فاحنا عندنا ماتيريال، يعني قصدي اللي احنا عندنا الخطوط الدراميه قدامنا، كل الموضوع بس ان احنا نعمل معالجه. احيانا المعالجه دي تطلع لنا انف وثلاثه عيون لسه نازل، واحيانا تطلع لنا الاسكندراني منتهى التطرف في الجوده وفي السوق. فمش عارفين ايمن بهجت قمر هيسلك انهي طريق. لو المعالجه بتاعت ايمن بهجت قمر طلعت حلوه، انا اثق نوعا ما في اخراج عمرو عرفه، وان واضح ان الفيلم كان فيه دعم من تركي الشيخ، عشان تركي الشيخ كان بيتكلم فتره عن الفيلم. فاعتقد ان انتاجيا الفيلم، لا، اللي المخرج عايز يعمله اعتقد هو كان عنده الرفاهيه ان هو يعمله. فالفكره كلها في المعالجه هتبقى عامله ازاي، هو معاه ومعانا كاست ممثلين تقيل شاطرين، زي ما انت بتقول. معاه ممثلين اه. شاطرين، معاه ممثلين اه. جامدين يعني، بس هو برضه لسه الجواهرجي واهل الكهف مش اكيد هم ينزلوا، الاكيد الثلاث افلام اللي في الاول. اتمنى يبقى الموسم العيد ده افضل من موسم عيد الفطر، لان ما كانش فيه موسم عيد الفطر، احنا بنتكلم عن فيلمين ونص. آه. اتمنى يبقى موسم عيد اضحى افضل في السينما، واتمنى ليكم عيد سعيد وتبقوا مبسوطين ومرضيين وتحققوا كل امانيكم في اول ونتمنى افلام احنا اللي كمان هتنزل. نخش في ال1K بقى. فيو سريع، وعندنا ليكم مفاجأة في العيد ان شاء الله، فكل سنة وانتم طيبين وباي باي.